عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا بنتكلم عن الغسالة الاريستون الايكوالتز. الغسالة دي من اقوى الغسالات اللي موجودة في السوق المحلي بل في السوق العالمي. الغسالة بتيجي طبعا تحت البراند العالمي اريستون الايطالي. الغسالة دي بتيجي معايا ب 10 كيلو غسيل، 7 كيلو دراير تجفيف. الغسالة حاصلة على علامة اي كلاس ان هي اقل استهلاك للكهرباء واعلى كفاءة بتصميم الموتور بتاعها. برضه سوبر سايلنت، ده بيجي بسبب الكفر بتاع الغسالة كله، ان هو مصمم ان هي تبقى اقل ضجيج اقل اهتزاز، فسوبر سايلنت. فيها الايكوتيك. ايكوتيك دي من الغساله مصنفه عالميا ان هي صديقه للبيئه، بمعنى ان هي بتوفر في الكهرباء وبتوفر معاها في استهلاك المياه. حاصله برضه على علامه الوول مارك. علامه الوول مارك دي اللي هي العنايه بالصوف. تصميم الغساله الفريد من نوعه هو اللي بيميز غساله ارسطو، ان البورده الخارجيه في اغلب الغسالات بتبقى موجوده في الباضي الخارجي بتاع الغساله مش في الباقي. ده بيسهل معايا الصيانه، ان انا اقدر الفني يفك لي القطعه دي وبيعمل الصيانه بتاعته باقل استهلاك واقل تكلفه. ثانيا بتيجي معايا الغساله دي بموتور 1600 لفه، بقدر ان انا اتحكم في عدد لفات الموتور لحد 1400 من على البورده، لكن القوه القصوى بتاعه الموتور الطبيعي 1600. تيجي معايا ب 16 برنامج. اول 3 برامج هنا للقطنيات، دي الملابس الصناعيه. هنا ملابس البيض، الالوان، الدكنه، بخار، صوف. هنا الملابس الناعمه، شطف وعصر. وهنا التجفيف، هنا تجفيف الملابس البيضاء، وهنا تجفيف الصوف وتجفيف الملابس الصناعيه. تيجي معايا هنا البورده ب 10 مميزات مش موجوده برضو غير في الغساله ديت. فيها ميموري 1 وميموري 2. هنا بقدر بدل ما انا كل يوم بحدد البرنامج اللي انا هعمله واظبط عدد مستويات الحراره، العصر، صيام مثلا، عدد مرات الشطف، وبعد كده اعمل ستارت كل يوم، لا. هنا انا اقدر احدد البرنامج بتاعي مثلا ان هو قطن، واجي هنا على تايمر الحراره ده اقدر اقلل ازود لحد 90 درجه حراره. هنا عدد لفات الموتور برضو على حسب انا هدخل حاجه ممكن ما تبقاش محتاجه عدد لفات اقوى عشان ما اقللش من الماتيريال بتاعتي، اقدر اتحكم برضو فيها. تيجي معايا فيها ستيم اضافي. الستيم الاضافي دوت ان انا اقدر اديها تعقيم ازيد، ملابس الاطفال، ملابس اللي هي زي الطابع حساسيه اكتر. هنا العلامه دي للكي، ان انا اقدر من عن طريق ده ان انا اخد اللبس من الغساله يعلقه في الدولاب يا اما استخدمه عادي، فبيبقى اسهل، مفيش كرمشه يعتبر. هنا بزود عدد مرات الشطف. وهنا اقدر اعمل الكويك. الكويك دوت ده كويك كلين، دي دوره غسيل سريعه توصل معاك ل 39 دقيقه، بيوفر لك كل الحاجه اللي اللبس محتاجها من غير ما تظبط اي برامج. هنا الديلي تايمر بتاعك بتقدر تظبطه من ساعه ل 2 ل 3 ل 4 لحد 5 وهكذا لحد 24 ساعه. والعلامه ديت ده الاكسترا في التجفيف، ان انا اقدر معايا صوف، ملابس اللي بتشرب ميه كتير، اقدر استخدم البرنامج ده يطلعها جافه نهائيه. المؤشر اللي موجود هنا بيعرفني دوره الغسيل وصلت لفين، من اول البدايه للغسيل الاولي للشطف للعصر للتجفيف وهكذا. بيجي معاك لوك الاطفال، تضغط عليه لمده 3 ثواني بالظبط وتقفل الغساله عشان الاطفال ما يتاذوش منها. دلوقتي الغساله بتاعتنا بتيجي بدرج مصنوع من ماده الانتي بكتيريا، مفيش اختلاط للروائح. يجي معانا القطعه البلاستيكيه اللي موجوده خارج الدرج دي، بتتحط هنا. القطعه دي بقدر اشيلها واحطها في المكان المخصص بتاعها هنا، علشان نسبه المسحوق في الدوره المبدئيه ما بيسحبش المسحوق كله، هو محتاج جزء ضئيل خالص، بعد كده ياخد الدوره بتاعته عادي، فده بيقلل معايا في المسحوق. ثانيا المكان ده مخصص للملمع او المعطر بتاعي، وكلها ماده ضد الانتي بكتيريا، مفيش روائح فيها نهائي. ثانيا الحله بتاعت ارسطون بتتميز ان هي مصنوعه من ماده التيتانيوم. ماده التيتانيوم دي احنا متعودين دايما ان غساله الملابس بتيجي مصنوعه من الستانلس ستيل ومقاوم للصدى ولدرجه الحراره بيستحملها، لكن التيتانيوم هو اقوى من الستانلس. التيتانيوم بيستحمل معاه درجه حراره كبيره، وبيقدر ان هو يوفر له عمر افتراضي اطول، ووزنه بيبقى اخف بكتير، فبيدينا عمر افتراضي اطول. ثانيا الحله واخده ميل داخلي. الميل الداخلي بتاعها ان الغساله ديت اثناء دوره الغسيل اقدر اعمل فيها حاجه اسمها ستوب اند اد، يعني اقدر اقفل باب الغساله واخترت دوره الغسيل بتاعتي وعملت ستارت. لو انا نسيت قطعه خارج الغساله، عندي من الغسيل الاولي مثلا مدته 10 دقائق، في الدقيقه الثانيه لحد ال 10 دقائق اقدر اعمل لها ستوب وافتح الغساله واحط الملابس بتاعتي. الغساله دي حاليا متواجده بجميع فروع هايبر تكنو، تقدر تطلبها من خلال الويب سايت لهايبر تكنو او عن طريق خدمه العملاء 15 6 8 9، والتوصيل مجانا.